بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 23 من شهر طوبى المبارك من سنة 1577 للشهداء، سنة 1861 ميلاديا، تنيح البابا كيرلس الرابع البطريرك 110 من بطاركة الكرازة المرقسية والمعروف بأبي الإصلاح. ولد هذا القديس ببلدة الصوامعة شرق التابعة لإخميم سنة 1815 ميلاديا، واهتم والده بتعليمه العلوم الكنسية، فنما على حب الفضيلة والتقوى، واشتاق إلى حياة الرهبنة، فذهب إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس، وصار راهبا باسم داود الأنطوني. ولما ذاع صيت علمه وفضائله، رسمه البابا بطرس الجولي البطريرك 109 قسا، ثم عينه رئيسا للدير، فأحسن تدبيره واعتنى بتعليم الرهبان. ثم أرسله البابا بطرس الجولي إلى الحبشة لفض النزاع بين المطران والشعب، وأثناء وجوده هناك تنيح البابا بطرس الجولي سنة 1852 ميلاديا، وبعد خلاف دام نحو عام بخصوص إقامة بطريرك للكنيسة، قام الأساقفة برسامة الراهب القس داود الأنطوني مطرانا عام في إبريل 1853 ميلاديا باسم الأنبا كيرلس. ولما أحسن رعاية شؤون الكنيسة أجلسوا بطريركا سنة 1854 ميلاديا، فاهتم بنشر التعليم، وأقام المدارس للبنين والبنات، كما اهتم باللغة القبطية وألحان الكنيسة، واشترى مطبعة لنشر الكتب، كما قام بتجديد الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، واهتم بكافة شؤون الكنيسة، وقام بصيانة بعض الآباء الأساقفة. كذلك زار الحبشة لافتقاد الكنيسة هناك، وبعد جهاد شاق رقد في الرب، فحزنت عليه الأمة كلها، ودفن بالكنيسة المرقسية بالقاهرة بعد أن جلس على الكرسي المرقسي نحو 7 سنوات. ولكثرة أعماله لقبته الكنيسة بأبي الإصلاح. برق الصلوات فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا يا أبائي وإخوتي آمين.